يا مامي، أنا بحب تيتا جدا وبموت في طبيخها، بس لو سمعتي كلامها في الطب البلدي بتاع زمان أنا اللي هدفع التمن. أنا دكتور النونو وجيت أنقذك. النهاردة هنكسر 7 خرافات مدمرة الجدات مقتنعين بيهم. ركزي معايا واعملي منشن لتيتا فورا. خرافة رقم 1: حطي كحل في عين الواد عشان توسع. إلا يا جماعة، عيني لسه بتفتح على الدنيا. الكحل ممكن يعمي عيني أو يعمل تسمم من الرصاص لو نوع وحش. عيني هتوسع لوحدها لما أشوف جمال مامي. بلاش كحل أرجوكي. خرافة رقم 2: اديله مية بسكر أو ينسون عشان ينظف بطنه أول يوم. بطني مش حلة محتاجة تتغسل. أنا محتاج لبن السرسوب من مامي، ده المضاد الحيوي الطبيعي اللي بيبني مناعتي. الأعشاب دي بتجيب لي مغص. خرافة رقم 3: اربطي رجله بالكفولة زي الموميا عشان تتفرد. يا مامي، أنا كنت متكور في بطنك 9 شهور. فرد رجلي بالعافية ممكن يخلع لي مفصل الحوض. لفي صدري وإيدي براحتك، بس سيبي رجلي حرة أرفس بيها. خرافة رقم 4: احلقي شعره بالموس عشان يطلع تقيل. بصي يا مامي، شعري ده وراثة منكم. الحلاقة مش هتغير الجينات دي، بس ممكن تعور فروة راسي وتعمل لي التهابات. خرافة رقم 5: لبسيه شتوي في عز الصيف عشان هو طري وبيبرد. أنا بني آدم مش بطريق. الهدوم الكتير ممكن تعلي حرارتي لمستوى خطر. لبسيه نفس عدد الطبقات اللي انتي لابساها، وزودي طبقة واحدة قطن بس. خرافة رقم 6: اديله ببرونة أعشاب كراوية ولا ينسون عشان ينام ويرتاح من المغص. الأعشاب دي بتملى بطني بمية فاضية وبتخليني مشربش اللبن اللي بيكبرني، غير إنها ممكن تجيب لي تلوث. رضاعة وبس أول 6 شهور. خرافة رقم 7 والأخطر: عصري صدر الواد أو البنت عشان تنزلي اللبن اللي فيه. ستوب، دي جريمة. الانتفاخ ده طبيعي جدا بسبب هرمونات مامي في الحمل وبيروح لوحده. التعصير ده بيعمل لي خراج والتهاب شديد وممكن يدخلني عمليات. يعني الخلاصة: لا كحل ولا أعشاب في الأول، ولا ربط رجلين، ولا موس، ولا تعصير، ولا خنقة في اللبس. تيتا على راسنا، بس العلم اتطور وكل يوم في جديد عشان صحتي. ما تضعفيش قدام الانتقادات، انتي أم شاطرة. قوليلي في الكومنتات ايه أغرب خرافة تيتا قالتلك عليها أول ما جيت، واعملي شير لكل أم جديدة.